وانا بوجه كلامي للشعب المغربي، انا نفسي المغرب تاخد البطوله، وانا بأساند المغرب تاخد البطوله، ويمكن ده يكون احساس الكثير من المصريين. وقوفكم معانا ومجدعتكم ولطفكم وظرافتكم وعلاقتنا بيكم، انا بحب المغرب، وانا نفسي المغرب ان شاء الله دلوقتي قدام السنغال هي اللي تاخد البطولة على ارضها. فريق عظيم، لعيبة هايلة، حارس مرمى جبار. بونو البنالتي اللي صده ده اعجاز. الراجل رايح شمال وصد الكرة وهو نايم يمين. كان في 2 لعيبة في المرمى. الراجل كان يسارا وقلبه ويده كانت يمينا. شيء معجز. كان قائد عظيم وحارس مرمى عبقري. ان شاء الله المغرب تكسب ونهنيها وننبسط معاها. مدرب منتخب من المنتخبات يقول انه لا التنظيم اي كلام، الاطارات القطارات زي الزفت، كنا في اوتيل بانسيون، البلد كلها ناموس. مش مقدرين حجم الغضب اللي جه في الاعلام المغربي. ده جزاتهم اللي كانوا بيودوا الجمهور بتاعهم علشان يشجعك. انت قلت علينا كذا وكذا وكذا. انت اسأت للمجهود اللي عمله كل المغاربة. انت اسأت لمنشآتنا، انت اسأت لدورتنا، انت اسأت لبطولتنا. ولذلك انت ليه مش مركز في ادائك الفقير؟ وده صحيح. المغرب مش هي اللي امكانياتها فقيرة، احنا اللي كانت امكانياتنا فقيرة في المباراة. ليه اتكلمت عن المغرب؟ ليه اتكلمت عن البلد؟ ده انا اعمل لك كل حاجة. ده انا كنت ببعت لك جمهور يقف جنبك وانت احتمال تاخد مني البطولة. انا كنت حتى شايف ده امر مجنون. يعني ايه الناس الغريبة دي اللي جايين يشجعونا؟ فانت اما تقول كده متوقع الاعلام المغربي يقول ايه؟ وبعدين تطلع الاستاذ ابراهيم حسن يقول لهم على فكره انتوا ولا مره خدتوا بطوله. فين الروح الرياضيه يا جماعه؟ فين الرياضه؟ فين الاخلاق والادب والهدوء؟ قال له انت كلامك مش لبق. طب وانت يا كابتن حسام اما قلت لما قلتوا ان انتوا كنتوا قاعدين في اوتيل، انتوا لو تشوفوا الاوتيل اللي هو بيقول عليه بنسيون، اللي هو بيقول مليان ناموس. طب انت افتكرت الناموس دلوقتي بعد ما اتغلبت؟ حكيمي لوحده عامل محاولات على الجون قد محاولاتك في البطولة كلها. هو حسام حسن بيتكلم ليه في السياسة؟ بدل ما تقول يا جماعة أنا آسف ما كناش موفقين، المرة الجاية نبقى أحسن، خسرنا ماتش كان لازم نقدر نعمل حاجة. انت الوحيد اللي خارج بخناقة. انت عايز تقول لي انه اللي عمله بونو ولا اللي عمله المغرب ولا الاداء المغربي في كل الماتشات، انت عايز تقول لي شكل هذه البطولة العظيم؟ يا راجل ده انت بوظت كل علاقتنا مع الناس هناك. ده كانوا بيتمنوا لك الرضا ترضى. هو ده؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في المغرب اكتشفت ان المغرب كلها ناموس. المغرب. طب انت يا مواطن يا مصري، انا ارضى ذمتك لو حد جه في بلدك وانت عامل بطولة وقال لك اصل انتوا بلدكم مليانة ناموس، كنت هتقول ايه؟ ده انتوا كنتوا يعني مش عايز اقول التعبير. في ايه يا جماعه؟ ما تخليكوا حقانيين. لعبنا وحش خسرنا كنا باد لوزرز مفيش روح رياضيه خالص خالص. دي رياضه.
اللي عمله كابتن حسام حسن ده غلط، اللي عمله كابتن ابراهيم حسن غلط، ايه المانع يعني؟ هي جت على دي؟ غلط اللي حصل، غلط.